السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عيد أضحى مبارك. يعني مترقبين ومنتظرين عيد الأضحى، كل عام وانتم بخير. حبيت أقدم لكم هدايا في عيد الأضحى. أنا طبعا معروف في قناتي إن أنا بعمل صابون الهاند ميد، اللي هو الصابون الطبيعي. طبعا أنا قلت إن الهوايات بتسحب الطاقة السلبية وبتقلل التوتر، وهتنسيكي أي مشكلة أنت بتفكري فيها، وهتنسيكي الشغف بالأكل، بجانب بقى انك هتشوفي منتجات جميلة زي اللي انا عاملاها دي. اللي حابب يستفيد ويشتري من عندي، انا عاملة خصم لكل الناس اللي هتيجي عن طريق القناة. ده اعلان عشان الناس اللي حابة الصابون الطبيعي. الصابون الطبيعي بستخدم فيه زيت جوز الهند، وزيت زيتون، وزبدة الشيا، والدهون اللي هي حتى الدهون اليومين دول يعني بقت غالية جدا، اللي هي الدهون الشحم الحيواني، يعني شحم الغنم وشحم البقر وشحم الجمال. فإن شاء الله هتلاقوا عندي حاجات جميلة ومفيدة جدا للبشرة. الصابونة دي يا جماعة صابونة زبدة الشيا. زبدة الشيا وزيت الزيتون وزيت جوز الهند والدهون الصحية وفيتامين اي دي، يعني قنبلة للبشرة، عفوا للشعر اللي هو بيبقى ضعيف النمو، يعني أطفالنا الصغيرين والبناويت اللي لسه صغيرين وبرضه كبار. ولكن أنا اللي بركز ليه، لأن في بنات صغيرة كده بيبقى شعرهم خفيف، والأم يعني بتبقى يعني متضايقة جدا، فعايزة شعر بنتها يتقل وبيتشابك والقصة دي. فالصابونة دي يا جماعة قنبلة قنبلة يعني، وهنزل لكم الريفيو بتاع الناس عن رأيهم. يعني دي صابونة زبدة الشيا. ناس بتقول ايه هي عامله كده ليه، لان طبعا محطوط فيها حاجات غاليه جدا وحاجات مفيده جدا، فانا بقطعها زي ما هي، ما بحاولش اشيل الزوايد ولا الكلام، عشان تستفيدوا بكل قطعه. دي صابونه زبده الشيا للشعر، لملء فراغات الشعر. دي صابونه قشر الرمان، على النعومه وعلى الجمال. يعني لما بتغسلي بيها بشرتك بتبقى ناعمه جدا جدا جدا، غير ان هي بتشد بشرة الجلد. مجرد ما بتستخدميها بتحسي يومين 3 كده وتلاقي بشرتك ابتدت تبقى مشدودة وناعمة جدا. دي صابونة الصبار. طبعا موضوع الالوان ده الواحد بيجيب اللون ونيجي نستخدمه الالوان بتتغش، فحاولت اعملها لون اخضر بس ما طلعتش. المهم علينا ده صابونة الصبار وجمال الصبار، وفيها سكروب كده. ممكن تعملي بيها اللي هو تقشير لخلايا الجسم. يعني دي صابونة شاور ممتازة. دي صابونة الفحم، طبعا بنات كتير بيستخدموها عشان خاطر البشرة الدهنية واللي فيها حبوب، وفيها سكروب كده. لو انت حبيتي تستخدمي الصابونة على بشرتك مباشر بس برفق، عشان السكروب ما يعني حبيبات كده، حبيبات الفحم خشنة شوية، فممكن تعملي بيها تقشير لبشرة الجسم عن طريق الليفة البلدي، او انك بتحطيها على بشرتك مباشرة بعد ما بتبللي وجهك على الوجه مباشرة وبالراحة، عشان ما تبقاش يعني صعبة على بشرتك وتشطفي بشرتك. ودي تستخدم مرتين في الاسبوع. دي صابونة التفتيح الفوري، البيكربونات والشبة وكولاجين. يعني مجرد ما بتستخدميها تفتيح ونعومة ما اقولكيش، غير ان هي بتحافظ على ان البشرة تبقى مشدودة، واكيد بتعالج التجاعيد. يا جماعة بس انا حابة انوه عن حاجة، ان ده اعلان اكل عيش، فبلاش حد يستخف ويخش يستظرف، عشان احنا بناكل عيش والله، نفيد الناس ونستفيد. يعني هو قناتي بتدعو ان احنا نتخلص من التوتر، فرجاء اللي هيخش يهزر بلاش، ده اكل عيش. مستنية ان انتوا طبعا اللي هيوصلوا الفيديو يشترك ويفعل الجرس، وان شاء الله بعد الاشتراك يبعت لي كومنت ليه خصم، فان شاء الله تشتركوا، وكل واحد يشترك في القناة ويتفرج على محتويات القناة، ان شاء الله ليه خصم خاص. وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.